السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايب. شلونكم؟ ان شاء الله زين. اليوم شرح معرفة جهازك مخترق بسيرفر او يعني مصعديك ضحية عند شخص ثاني. اول شي تحتاج هالبرنامجين هذني شنو شغلهم؟ هذا البرنامج يتبع العمليات اللي تصير داخل الجهاز يعني اللابتوب. نجي هسه هسوي سيرفر قدامكم حتى نجرب يعني الحالة شلون تصير. هسه نجي نفوت على السيرفر. وصلنا التبليغ. هسه اني كأنما صعد ضحية يم واحد. هذا البرنامج راح يراقب لك اللي صار. راح تلقون عندنا هاي من هنا وفوق، هاي مالكم شغل بيها. نجي من هنا وجوا عندك هسه حاليا مو شرط الاسم، انا مسمي google.exe مو شرط، يعني انت جاي تلاحظ شريط اصفر ومكتوب حسب جوجل، حسب بس انت تلقى شي اصفر يعني هذا سيرفر. يجوز المحترف بهاي الشغلات يربطه ويا برنامج او يشفره يقدر يجتاز هذا البرنامج البيروكس بس اكثر يعني على الاغلب هذا يكشفه. فنجي هسه شلون يعني، اما هسه اني اذا مثلا ثبتت السيرفر وخليته يشتغل وي مال شغل اللابتوب، انا مسحته من هنا. تجي هسه هذا السيرفر هاي مسحته نفس ما تشاهدون طار التبليغ من عندي. بس شنو بهاي الحالة يعني مو انتهى الشغل، لا، يجوز هو مثبته وانت ما تدري عندك. نجي نفتح البرنامج الاخ، نجي على الريجستري ندوس بحث عن المواد. راح يبدأ يفحص شكو شي غريب يبين عندك. انتظر شوية. إصلاح المواد المحددة، تدوس إصلاح كافة المواد المحددة ما تم إصلاحها. هسه نجي على الأدوات. بدأ التشغيل. هنا الشغلة يعني انت هذا هسه شنو هاي هنا من ينفتح اللابتوب يظني يشتغلن اوتوماتيكيا. شكو شي غريب انت ما فاتحه ما متأكد منه. مثلا هسه اني هذا ما يعني ما متأكد، ادوس فتح مجلة التخمين. افضل شي شوف هسه هذا انا ما اعرف شنو. نجي نمسحه ديليت او لا نسوي له تعطيل من هنا. يعني انا هاي سويتها قصدا لكم. نسوي حذف. نجي هاي الاخ، يعني انت مظل تفتح شكو شي هذا انا مشغله، يعني شكو شي غريب انت ما فاتحه. تورجان او مرات يطلع لك هو تورجان هماتين. فتح المجلة تشوف هذا شنو، هذا ما يشتغل وياه الى اخره. تلقى اسمه تورجان او باقي الاسماء. من راح تفتحه راح يبين عندك السيرفر. يعني اظن الشغلة وضحت عندكم. هسه هذا مثلا الفايبر، نعتبر هذا الفايبر سيرفر. ندوس تعطيل هماتين وندوس حذف. ورا ما ندوس حذف راح ينمسح عندك نهائيا. ترجع تطفي اللابتوب ترست قصدي السيرفر ينمسح عندك من اللابتوب. بعد ما كملت وطبقت الخطوات تجي تفتح اكو موقع هذا تفتحه.
تفوت هنا وتنتظر. اذا طلع لك بس الاي بي واحد، يعني الاي بي مالتك، يعني جهازك نظيف. اما اذا طلع لك اكثر من اي بي يعني جهازك مخترق. وهاي هم تقدر قبل لا تطبق الخطوات تفوت على الموقع وتشوف. اذا يعني كنت صعب ضحية يوم واحد تطبق الخطوات وتمسح السيرفر وترجع تفوت على الموقع تفحص مرة ثانية وراح تشوف. شوف حاليا موقع بس الاي بي مالت اللابتوب مالتي، يعني اللابتوب مالتي نظيف. ان شاء الله فاتكم هذا الشرح. تحياتي لكم.